السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية المستهل بأبرز العناوين. تصريح حول زيارة بيلوسي إلى تايوان. إصابة 13 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. تطور الخدمات الصحية في الإقليم الأوسط. دعوات لواشنطن للامتناع عن تقويض استقرار الأمن الدولي. جيش باكستان يعلن عن العثور على حطام هليكوبتر مفقودة. صدامات مزارعي أوراق الكاكاو والشرطة في بوليفيا. من العناوين إلى التفاصيل. تصريح صحفي حول زيارة بيلوسي إلى تايوان. مع ازدياد انكشاف اخفاقات النظام في واشنطن وهشاشته في سياسته العالمية وفي محاولته لتكثيف سياسة احتواء الصين، قامت واشنطن بتدبير الزيارة الاستفزازية لرئيسة مجلس النواب بيلوسي إلى تايوان بكل تداعياتها الخطيرة. إن الفعل الأخير ما هو إلا استمرار للسياسات المتهورة التي اتبعتها الإدارة الأمريكية في السنوات الماضية في آسيا لتعزيز هذا الهدف الفريد. إنما أقدمت عليه هذه الإدارة يتعارض مع القانون الدولي وقواعد وأحكام سيادة الدولة، وكذلك مبدأ الصين الواحدة وإعادة توحيد الصين. وزارة الشؤون الخارجية أسمر 3 أغسطس لعام 2022. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم قد أظهرت إصابة 13 مواطنا بفيروس كورونا. كانت إصابة في دكمحري وإصابة واحدة في كل من ترافولو ودنبسنبل جزابان دعرغولوس ججرت بشاول وعد سقدو عد قعداد عد بيتو فيلاجو وإصابة من كرن. في غضون ذلك شفي 17 مريض وباء كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,087. شفي منهم 9,854 وتوفي 103 مريض، فيما لا يزال يتلقى 130 من مرضى الوباء الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 3 أغسطس لعام 2022. أعلن مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط خلال الاجتماع التقييمي الذي عقده في 2 و3 أغسطس تحقيق نتائج مرضية في جهود تأمين الخدمات الصحية الجيدة. وأوضح المدير الطبي للمكتب الدكتور مولجيتا هايلي في الاجتماع الذي بحث الحفاظ على المميزات وحل النواقص بأن المعدات المتطورة التي يتم إدخالها والقدرات البشرية المؤهلة طورت من الخدمات المقدمة. وأشار التقرير المقدم إلى أن التطعيم الهادف لخفض نسبة وفيات الأمهات والمواليد ساهم في خفض نسبة وفيات الحوامل إلى 0 وارتفاع نسبة رعاية الحوامل بنسبة 3.3%. وذكر الاجتماع القيام ببناء وصيانة المؤسسات الصحية وتأهيل مهني للفحوصات المخبرية والصيدلية والتمريض ومساعدي التمريض وإرساء الطاقة الشمسية لحل مشكلة الطاقة. وأشار إلى انخفاض الأمراض المعدية وخاصة HIV AIDS لتنامي الوعي الصحي. وطالب الاجتماع بضرورة تقوية الرقابة الصحية في المؤسسات الصحية والدفع بأنشطة التوعية لضمان نظافة البيئة. أفاد منسق حملة الطلاب التنموية في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ فساية تكي تنفيذ أنشطة واسعة خلال الحملة الطلابية التنموية الصيفية. وأشار إلى مشاركة 1500 طالب و25 معلم و25 خبيرا زراعيا في الحملة التنموية الجارية في مديريات نغفة وأفعبت وقارورة وجندع لبناء المدرجات والحواجز المائية وقرص حوالي 30,000 من الشتول في أفعبت وجندع. كما تجرى أعمال صيانة للأساسات المدرسية في مديرية قارورة.
وأوضح خبير الزراعة في مديرية جندع المهندس كساتي قبل تنسى نمو 50% من 1300 شجرة تم قرصها العام الماضي بالطلاب والشعب، داعيا إلى تعاون الشعب في ري الأشجار المغروسة هذه السنة للحيلولة دون جفافها بسبب تأخر هطول الأمطار. تلقت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب دعما ماليا بمبلغ 562,389 نقفة من الإريتريين المهتمين في بريطانيا وكندا. وأوضح مسؤول تنظيم المعدات في الجمعية السيد محمد نور إدريس بأن الإريتريين في بريطانيا قدموا مبلغ 497,475 نقفة وزعت يوم الأول من أغسطس ل 33 من المناضلات المكفوفات في جميع الأقاليم بمعدل 13,000 نقفة لكل واحدة منهن. وقال رئيس جمعية معاقي الحرب الأستاذ جابر برهان ياسوف في مراسيم توزيع الدعم بأن مصاعب النساء من معاقي الحرب مزدوجة، لذلك يتوجب مواصلة دعم المجتمع لهن مشيدا بمبادرة المواطنين المهتمين. وأوضحت المناضلة وين عقبازقية التي تلقت الدعم اعتزازها بإعاقتها لكونها جاءت من أجل الوطن والشعب مشيدة بالدعم المقدم من الحكومة والجبهة والشعب والجمعية. وفي كندا قدم الإريتريون المقيمون في كاليغاري 62,994 نقفة والإريتريون في تورونتو 22,251 نقفة لدعم صندوق جمعية معاقي الحرب. تشهد مديرية أفعبت أنشطة حماية التربة والمياه وصيانة الطرق الترابية وبناء المدرجات والحواجز المائية. وأوضح خبير الزراعة المتابع للعمل أهمية النفير التنموي لحماية التربة وتنمية المياه الجوفية والمساهمة في إصلاح مساقط المياه لستة حفائر شيدت العام الماضي. وذكر المشاركون في النفير التنموي أهمية وفائدة العمل الذي يقومون به مؤكدين مواصلتهم إياه بقوة. وقال مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب بأن نفير حماية التربة وحفظ المياه هو مواصلة للأنشطة المماثلة المنفذة كل عام وستنفذ مهام جيدة في موسم الأمطار المبشر. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان استفزاز صافر يأتي في سياق النهج العدواني الأمريكي الرامي إلى ردع الصين. واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان أظهرت تجاهل الولايات المتحدة لحقوق الدول الأخرى. في سياق متصل، عربت السلطات اليابانية عن مخاوفها إزاء خطط الصين لبدء مناورات عسكرية بالقرب من تايوان. وألقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي تزور تايوان في زيارة تثير غضب الصين كلمة خلال لقاء مع تسانغ ناغوان رئيس تايوان في تايبي، وأكدت خلالها على فخر الولايات المتحدة بصداقتها مع تايوان والتزاماتها تجاهها. ورغم التهديدات الصينية فإن بيلوسي أكدت أن الوفد الأمريكي يزور تايوان لدفع عملية السلام في المنطقة. أعلن الجيش الباكستاني عن العثور عن حطام طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة للجيش كانت مفقودة في إقليم بوشتان شمال غرب باكستان. وذكر الجيش الباكستاني أنه تم العثور على حطام الطائرة بالقرب من بلدة موسجواس في منطقة لاسبيلا، وأن العسكريين الستة الذين كانوا على متن هذه الطائرة لقوا مصرعهم في حادث تحطمها، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه وقع بسبب سوء أحوال الطقس. من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الدولة في حالة حزن شديد لوفاة الأفراد العسكريين الذين كانوا على متن هذه الطائرة،
حيث كانوا يؤدون واجبا وهو تقديم مواد إغاثة للمتضررين من الفيضانات في المنطقة. اندلعت صدامات في العاصمة البوليفية بين الشرطة ومزارعي أوراق الكاكاو على خلفية نزاع حول السيطرة على تسويق هذا النبات المربح. وأثار المئات من الرابطة الإقليمية لمزارعي الكاكاو ومعارضو حكومة الرئيس لويس أرسيه اليسارية باتجاه لاباز مطالبين بإغلاق سوق الكاكاو الموازي الذي تدعمه الحكومة والذي يعتبرونه غير قانوني. ومنذ العام الماضي أثارت السيطرة على سوق الرابطة نزاعا بين مجموعتين من المنتجين، الأولى موالية للحكومة والأخرى معارضة. وفي أكتوبر الماضي سيطر آلاف من مزارعي الكاكاو على السوق الرئيسي لأوراق الكاكاو في لاباز بعد صدامات عنيفة مع الشرطة. زادت حرائق الغابات في منطقة الأمازون حيث تم الكشف عن 12906 حريق منذ بداية العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13% مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام 2021. وقال المتحدث باسم منطقة الأمازون في منظمة السلام الأخضر البرازيلية أن هذه ليست سوى بداية صيف الأمازون، الموسم الذي تقل فيه الأمطار والرطوبة. وسجلت البرازيل رقما قياسيا في إزالة الغابات في النصف الأول من العام مع قطع ما يقارب من 4000 كيلومتر مربع، وهو أعلى رقم قياسي منذ بدء نظام الكشف عن إزالة الغابات في الوقت الحالي، ويمثل الرقم زيادة بنسبة 10.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021. ويتعرض الرئيس اليميني جاير بولسونارو الذي يسعى لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل لانتقادات متكررة بسبب سياساته البيئية. تذكير بأهم العناوين. تصريح حول زيارة بيلوسي إلى تايوان. إصابة 13 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. خدمات الصحة في الإقليم الأوسط تشهد تطورا. دعوات لواشنطن للامتناع عن تفويض استقرار الأمن الدولي. جيش باكستان يعلن عن العثور على حطام هليكوبتر مفقودة. صدامات بين مزارعي أوراق الكاكاو والشرطة في بوليفيا. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.